بإذن الله. طبعا نترحم على أرواح الشهداء، قتل الشهداء في ليبيا. معاكم عادل بشير العايب من مدينة مصراتة، أصبت في مدينة سرت، ونهني الشعب الليبي بالفرحة وفرحة الاستقلال، وإن شاء الله ربنا يوفقنا وتكون إن شاء الله دايما من أحسن لأحسن، تعيش ليبيا حرة إن شاء الله. إن شاء الله. نرحم على أرواح الشهداء ونسأل الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونهني الشعب الليبي بزوال الحكم الطاغية هذايا والتحرير الكامل، وعاش ليبيا حرا. اسمي يوسف مصطفى العايد من مصراتة، كان الإصابة سرت. السلام عليكم. الاسم مفتاح علي كرنافة من مدينة زغيطن. نترحم على شهداء 17 فبراير، نهني اخواننا الليبيين في مصر على الطاغية. أنا أصبت يوم 19 في جبهة سرت. الحمد لله جيت لمصر أنا في القاهرة. الإصابة الحمد لله كانت بسيطة في المشط، كسور بسيطة في المشط الحمد لله، وإخواني إن شاء الله مش مقصرين معنا في السفارة الليبية وبذلوا كل مجهود ومشكورين الحمد لله، وبارك الله فيكم. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر. أنا زياد أحمد جردون من توار مصراتة، وأصبت في جبهة سرت في 700، ونحب نترحم على كل الشهداء اللي انتقلوا إلى رحمة ربي. نحب نقول لهم إن شاء الله بإذن الله يعني في جنات النعيم، ونشكر كل الثوار وكل من واقف جنب ثورتنا وساندنا. والله أكبر الله أكبر الله أكبر. نحب نشكر الشعب الليبي كله وقف جنبنا، والحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نبدأ نترحم على شهدائنا الأبرار، وأنا اسمي أشرف علي سريد. من أول الأحداث وأنا في مصراتة وحاربت معاهم كتيبة جيل الحرية المحور الغربي. اتصبت مرة في الدفنية، وبعد كده قدمنا من الدفنية على زليطن، اتصبت مرة تاني، وبعد كده رحنا طرابلس، وبعد كده رجعنا على الجبهة الشرقية سرت، ورحنا نكون في تحرير سرت. اتصبت مرة تاني وجابوني هنا مصر، والحمد لله أنا هنا متعالج في مستشفى القصر العيني الفرنساوي. والله أكبر والحمد لله، وبارك للشعب الليبي على الانتصار وعلى تحرير ليبيا، والله أكبر. إن شاء الله من نصر لنصر.